ما كانش ينفع بعد ما اشوف الاكل المقرف ده كله في السويد ان انا ما اكلش الاكل ده. دي حشرات يا جماعه. Not bad, right? والله العظيم عايز اعيط. It's inside خرا. انسقت خرا. Yes. انا هاكل خرا. انا هاكل حشره. دي حشره عيني زرقاء بس جواها شر. This, my friend, is the worst thing I've tried in my entire life. دي تجربه شط. That was the warm-up. Now we start for real, yep? بقي حاسس ان هو متبنج ومش عارف افتحه. 1 2 3. اخر حاجه في حياتي كنت اتوقعها ان انا اجرب حاجه زي كده. كل الفيديوهات والاستكشافات اللي صورتها في حياتي كوم، وفيديو النهارده هو كوم تاني خالص. كل الناس في العالم ممكن تتجنن وتاكل أكل غريب ومختلف مرة في العمر. ممكن يكون في سفرية، أو ممكن يكون في عزومة، أو حتى ممكن يكونوا قاصدين يجربوا أكلة غريبة ومختلفة، وده كفضول مش أكتر. لكن الغريب والجنون والاختلاف هو إن الواحد ياخد بعضه ويروح يجرب أقذر أكل في العالم من بين 80 نوع أكل كلهم بتربطهم صفة واحدة، وهي القذارة. طبعا بعد ما عملنا الفيديو الجامد بتاع ديسكاستنج فود ميوزيوم ده، ما كانش ينفع بعد ما اشوف الاكل المقرف ده كله في السويد ان انا ما اكلش الاكل ده. فالنهارده انا قررت ان انا اكل كل الاكل المقرف المعفن اللي احنا شفناه. لو خلصت الاكل ده كله المفروض ان انا هكسب التيشيرت الاسود الموجود على المانيكان ده، اسمه I tasted everything disgusting food museum. يلا بينا ننفذ التجربه، وهي المفروض انها تبقى هناك على البورده. يلا بينا. أليكس هشرح لنا كل حاجة دلوقتي ونجرب. First thing here is super simple. The crickets. دي حشرات يا جماعة. These are more common in Mexico. سحر. يعني ست سحة بيتكلم عربي. جماعة أنا هجرب وربنا يستر. I believe in you. Not bad, right? التست بتاع الحشرة دي عامل زي كأنك بتاكل مثلا نبات مثلا أو زرعة أو حاجة كده. So remember, if you need, you can. Oh my god! That 1 out of 20 flake. Sometimes you find these in your bag of flour in the kitchen. So if you find them at any time, you can just take them out and boil them and dry them. It's gonna taste like rice puffs. يا جماعة أنا هجرب ديدان. آخر حاجة كنت أتوقع في حياتي إن أنا آكل ديدان وحشرات. Continue, Alex. It's gonna taste something like nuts, and the aftertaste is a little bit tricky. Try some weird and wonderful Swedish candy. This is probably the most Swedish thing you will ever experience in your entire life. So it's gonna be a fishy, creamy, salty, buttery paste. I think it's nice. It smells a little bit funny. ده ميكس ما بين المانجا والبصل، فاكهة من جنوب آسيا. بالأمانة طعمها حلو. It's gonna taste like a bowl of boiled eggs, not much more. هنسافر بقى لاستراليا، أكل استراليا. This is something called Vegemite. بيقول لي إن شكلها عامل زي النوتيلا، بس لو أنا أتوقع إن هي هتبقى نوتيلا فأنا هبقى محبط جدا من الطعم اللي هشوفه. طعمها وحش قوي. انا كل ما بدخل جوه كل ما الموضوع بيبقى اسوأ. بيقول لي التارجت بتاعه ان يخليني ارجع. Next thing here. والله العظيم عايز اعيط.
This is probably the only thing I have that actually tastes the way it smells. No, Alex, the smell is so bad. Why, Alex? No. It's called sucado. When you put this in your mouth and you chew and you taste, it's gonna tell you something what you eat. But the finish, the last taste for a lot of people is stomach acid or vomit. It's spicy a little bit now. Yeah. والله ما بمثل، الموضوع وحش قوي قوي. الموضوع مقزز جدا. It's so disgusting. It's inside khara. inside خرا. Yes. حشرة معينة ده الخرا بتاعها. أنا هاكل خرا. أنا مرتبك ومش عارف أجمع ومش فاهم حاجة وتعبت. Final insect here. No way, Alex. Why? Why? I am gonna eat this small one. Because I like to hear you. It's the same insect. They just don't put size on the box when we buy them. So sometimes we get these, and most of the time we get these. So أنا هاكل الحشرة دي حشرة. crunchy and nice, right? Full of protein. It's very good for you. آخر حاجة في حياتي كنت أتوقعها إن أنا أجرب حاجة زي كده. أنا كنت بفتح التلفزيون أشوف حاجة زي كده أقفلها وأشتمهم. The days come to try this by myself. 3 days since last vomits, and in total we have 287 vomits. These two are the main reason for the vomits. آخر واحد رجع هنا اهو كان من 3 أيام، وإجمالي اللي رجعوا 287 فوميتس. السبب في الترجيع ده آخر 2 هم أصعب 2. It's fermented shark. الريحة بتاعتها وحشة قوي. They actually mean urine. Urine. Yes, pee. And the life for this guy is up to 400 or 500 years, so it's a lot of urine. And then he dies, it floats to the surface, you take care of it, you let it ferment, as it's called, in its own juices. So it's a urine-infused pea shark. بول القروش، نوع من أنواع القروش في أيسلندا، وده البول بتاعها. This fish has become quite famous over the last few years because YouTubers who don't know what they're doing, they insist on opening these cans in their kitchens or studios or indoors, which is mistake number 1. قريبة من الفسيخ بس فسيخ معفن قوي، خرا فسيخ، سو باد فسيخ. So this thing I gave you in the beginning, right? Yes. Done in a lot of them. But as you see down here, there is an extra. That is when we are extra generous. We have something more too. So today for you, it's gonna be this. I feel that you want me so much to throw up, yes? عيني زرقاء بس جواها شر. Why, Alex, we didn't make deal about this. We just make deal about I finish this table, but not this. قال لك أنا نسيت أقرأ العقد كله. This, my friend, is the worst thing I've tried in my entire life. And I had to try it in front of a camera. I took this big a piece and I had to keep my face because it was for a magazine. So today is your turn to do the same. This is outside of contract, and plus you will give me a small piece. But I'll give you the same piece I gave myself. بيقول لي دي ما تحطهاش على ايديك. No, Alex, this is real خرا. ريحة خرا، ريحة كاكا. ازاي اكله ده؟ How I can eat something like this? Habibi, this is a delicacy where it's from. Just in case. بيقول لي ان دي اكتر حاجة مقرفة هو جربها في حياته. باي 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 جايز. all of you باي باي. المفروض ان انا بحط وشي في الصندوق ده عشان خاطر الكاميرا بتديني صورة، عشان في الاخر يطلع ايموشن من الايموشنات دي من وشي، من المفاجأة اللي هيعملوها. المفروض ان انا بعد ما بخلص باجي هنا اهو وباخد الصورة بتاعتي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده اهو من المكان ده. حركة برضه هم عاملينها عشان يروقوا على الناس، عشان ما يبقاش المتحف كده كله ايه، قرف في قرف.
تجربة شطة، دي تجربة شطة. When you do this now, you do it middle of the tongue, you lick it off and you stay away from anything else. No water. Okay. Water is not your friend today, it's gonna make it worse, not better. If you ask for milk, you're also saying you're done with the challenge. We're gonna try first one, but fast please, because really I need to finish this 6 so fast. Alright. Number 2. رقم 2. Number 3. رقم 3. That was the warm-up. Now we start for real, yeah? بقي حاسس ان هو متبنج ومش عارف افتحه وبقي بيرتعش. It's normal. It's normal. Number 5. It's a little bit thick, yeah. It's like a syrup. لازم اقعد امص في العصايه دي لحد لما البتاعه دي تدوب، عشان دي لو نزلت في بطني ممكن تبقى كرامب، ممكن تبقى حاجه كبيره جوه معدتي تعمل لي مشكله. 10 seconds minimum. 15. Number 6 Alex finish. Before you decide for final one, I want you to read this text. Did you sign the thing? انا مديت زي اقرار. Lenka from Slovakia, she gonna try number 6 as me. 1, 2, 3. I think you're good enough. ممتع ليها بس ليه؟ Get some good training in Mexico. What I will win after this? Now you get a t-shirt called I Tasted Everything. I'm gonna win this t-shirt. هكسب التيشيرت ده. واحد من التيشيرتات دي انا هكسبها. دلوقتي هشرب لبن عشان لازم يهدي الدنيا شويه. طبعا في تحديات كتير في المحتوى الأجنبي عملت حاجات مشابهة لتجربة النهاردة، بس بصراحة وبكل ثقة أنا ما شفتش حد أكل كمية الأكل دي وجرب كل الأكل ده زي ما أنا عملت كده النهاردة. وأحب أطمنكم وأقول لكم إن اليوم ده حرفيا عمري ما هنساه في حياتي، والسبب في كده إني قعدت تقريبا يومين في البيت بعد التجربة دي بعاني من حاجات غريبة كانت بتحصل في بطني. والسؤال اللي بسأله لكم دلوقتي، هل اتقرفتوا من اللي حصل في الفيديو ده ولا لسه؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات رأيكم. نقفل بقى الفيديو والاستكشاف بتاعنا النهارده. اعملوا لايك، سبسكرايب، اشتركوا في القناه، فعلوا زرار الجرس واختاروا كلمه اول او الكل او الجميع الموجوده فوق. تعالوا ننشط صفحه الفيسبوك، صفحه التيك توك، صفحه الانستجرام، وافتكروا ان التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه ان شاء الله هنوصل لها معاكم وبيكم. اشوفكم في استكشاف جديد في فيديو جديد قريب ان شاء الله. السلام عليكم.